بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة هذا الشهر المبارك، جعله الله سبحانه وتعالى علينا أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا لنا من النار. فبارك الله فيكم وبارك في مركزكم وبارك في إمامكم، ووسع الله تعالى عليكم ويسر أمرنا وأمركم. في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى رأيتم ونحن في هذا الشهر العظيم أن نعيش لحظات مع الله سبحانه وتعالى. فأقول بالله التوفيق. يقول ربنا عز وجل في محكم تنزيله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. يقول ابن القيم رحمه الله: وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته، فهو عليم يحب كل عليم، عليم يحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو، هو حيي يحب الحياء وأهله، بر يحب الأبرار، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، حليم يحب أهل الحلم. انتهى قوله رحمه الله. فهل لك أخي المسلم أن تتأمل معي بعض أسماء الله وصفاته وأفعاله؟ فإذا حل الهم أيها الأحبة، إذا حل الهم وخيم الغم واشتد الكرب وعظم الخطب وضاقت السبل وبارت الحيل، نادى مناد: يا الله يا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ماذا يحدث إخواني إن كان إخلاص وإن كان صدق؟ فيفرج الهم وتنفس الكرب وتذلل السعاد. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، إنه الله جل جلاله. أحبتي، إذا أجدبت الأرض ومات الزرع وجف الذرع وذبلت الأزهار ودوت الأشجار وغار الماء وقل الغذاء واشتد البلاء، قد يحدث خرج المستغيثون بالشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع، فنادوا: يا الله يا الله. فينزل المطر وينهمر الغيث ويذهب الظمأ وترتوي الأرض. قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، إنه الله جل جلاله. أحبتي، إذا اشتد المرض بالمريض وضعف جسمه وشحب لونه
وقلت حيلته وضعفت وسيلته وعجز الطبيب وحار المداوي وجزعت النفس ورجفت اليد ووجف القلب وانطرح المريض واتجه العليل إلى العلي الجليل ونادى يا الله يا الله، فزال الداء ودب الشفاء وسمعت الدعاء. قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فماذا كان؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين إنه الله جل جلاله. أحبتي، إذا انطلقت السفينة بعيدا في البحر اللجي وهبت الزوابر وتسابقت الرياح وتلبد الفضاء بالسحب واكفهر وجه السماء وأبرق البرق وأرعد الرعد وكانت ظلمات بعضها فوق بعض ولعبت الأمواج بالسفينة وبلغت القلوب الحناجر وأشرفت على الغرق وتربص الموت بالركاب اتجهت الأفئدة وجأرت الأصوات يا الله يا الله، فجاء عطفه وأشرق ضياؤه في الظلام الحالك فأزال المهالك. قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنه الله عز وجل. أحبتي، إذا حلقت الطائرة في الأفق البعيد وكانت معلقة بين السماء والأرض فأشر مؤشر الخلل وظهرت دلائل العطل فذعر القائد وارتبك الركاب وضجت الأصوات فبكى الرجال وصاح النساء وفجع الأطفال وعم الرعب وخيم الهلع وعظم الفزع ألحوا في النداء وعظم الدعاء يا الله يا الله، فأتى لطفه وتنزلت رحمته وعظمت منته فهدأت القلوب وسكنت النفوس وهبطت الطائرة بسلام. إنه الله عز وجل. إذا اعترض الجميل أيها الأحبة في بطن أمه وعسرت ولادته وصعبت وفادته وأوشكت الأم على الهلاك وأيقنت بالممات لجأت إلى منفس الكربات وقاضي الحاجات ونادت يا الله يا الله، فزال أنينها وخرج جنينها بارك الله لها في الموهوب ورزقت بره وجعله الله من عباده الصالحين. أيها الأحبة، إذا حلت بالعالم معضلة وأشكلت عليه مسألة فتاه عن الصواب وعز عليه الجواب مرغ أنفه بالتراب ونادى يا الله يا الله، يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فماذا يحدث؟ يأتي التوفيق وتحل المغالب فينكشف السحاب ويلهم هذا العالم الجواب بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، إنه لا ملاذ في الشدة إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو الأنيس في الوحشة وهو النصير في القلة. يتجه إليه المريض الذي استعصى مرضه على الأطباء ويدعوه آمنا في الشفاء، ويتجه إليه المكروب يسأله الصبر والرضا والخلف من كل فائت والعوض من كل مفقود. قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
ويتجه إليه المظلوم آملا يوما قريبا ينتصر فيه على ظالمه، فليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، عندما يقول كما يقول الله سبحانه وتعالى: إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر، ويأتيه النصر من الله سبحانه وتعالى. ويتجه إليه المحروم من الأولاد سائلا ربه أن يرزقه ذرية طيبة، فيقول كما قال تعالى: رب إني، على لسان زكريا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وكل واحد من هؤلاء يؤمن في أن يجاب إلى ما طلب ويحقق له ما ارتجى، فما ذلك على قدرة الله بعيد وما ذلك على الله بعزيز. أحبتي، أي سكينة يشعر بها المؤمن حين يلجأ إلى ربه في ساعة العسرة ويوم الشدة فيدعوه بما دعا به محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. وكان الجنيد أحد الصالحين يقول عن العبد المؤمن: عبد ذاهب عن نفسه ومتصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرق قلبه أنوار هيبته وصفى شربه من كأس مجده وانكشف له الجبار من أستار غيبته. أشقد العالم فإن تكلم فبالله وإن نطق فعن الله وإن عمل فبأمر الله وإن سكن فمع الله فهو لله وبالله ومع الله، فهو لله وبالله ومع الله. أيها الأحبة، إنه الله عز وجل كما قال ربنا عز وجل: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، يحيي ميتا ويميت حيا ويجيب داعيا ويشفي سقيما ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يجبر كثيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويفك عانيا أي أسيدا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مغضوبا ويقسم جبارا ويقيل عثرة ويستر عورة ويؤمن روعة. إنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خلق سبحانه فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، السماء بناها والجبال أرساها والأرض دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، يبسط الرزق ويغدق العطاء ويرسل النعم. إنه الله التواب الرحيم ذو الفضل العظيم الواسع العليم العزيز الحكيم. ابتلى إبراهيم بكلمات وسمع نداء يونس في الظلمات واستجاب لزكريا فوهبه على الكبر يحيى هاديا مهديا وحنانا من لدنه وكان تقيا، أزال الكرب عن أيوب وألان الحديد لداود وسخر الريح لسليمان وفرق البحر لموسى ورفع إليه عيسى وشق القمر لمحمد صلى الله عليه وسلم ونجى هودا وهلك قومه ونجى صالحا من الظالمين فأصبح قومه من في دارهم جاثمين، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وفدى إسماعيل بذبح عظيم وجعل عيسى وأمه آية للعالمين، ونجى لوطا
وأرسل على قوم حجارة من سجيل منضود، ونجى شعيبا برحمته، وأهلك أهل مدين بعدله. قال تعالى: ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. إنه الله جل جلاله أغرق فرعون وقومه ونجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية، وخسف بقارون وبداره الأرض كما قال ربنا عز وجل: وأصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. ونجى يوسف في غياهيم الجب وجعله على خزائن الأرض. إنه الله جل جلاله أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع. تعرفوا على ربكم، اعرفوا الله حتى تزدادوا إليه شوقا، وحتى تنفقوا مما آتاكم الله تعالى رغبة في الله، وحتى تشعروا بلذة العبادة وبلذة الصيام وبلذة الصلاة وبلذة الحج وبلذة الإنفاق وبلذة الاستقامة. هدى نوحا وأضل ابنه، واختار إبراهيم وأبعد أباه، وأنقذ لوطا وأهلك امرأته، ولعن فرعون وهدى زوجته، واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ومقت عمه، وجعل من أنصار دعوته أبناء ألد خصومه كخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل. فسبحان عدد خلقه، وسبحانه رضا نفسه، وسبحانه زينة عرشه، وسبحانه مداد كلماته. إنه الله عز وجل أرغم أنوف الطغاة، وخفض رؤوس الظلمة، ومزق شمل الجبابرة، ودمر سد مأرب بفقرة، وأهلك النمرود ببعوضة، وهزم أبرهة بطير أبابيل، عذب امرأة فهرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وغفر لامرأة بغي لأنها سقت كلبا كاد يموت من العطش. أيها الأحبة، إنه الله جل جلاله من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. فالباب مفتوح، الباب الله مفتوح، ولكن من يلج؟ شكون يدخل؟ والمجال مفسوح، ولكن من يقبل؟ والحبل ممدود، ولكن من يتشبث به؟ والخير مبذول، ولكن من يتعرض له؟ فأين الباحثون عن الأرباح؟ وأين خطاب الملاح؟ أين عشاق العرائس وطلاب النفائس؟ من أقبل إليه سبحانه تلقاه من بعيد، ومن أعرض عنه ناداه من قريب، ومن ترك من أجله أعطاه فوق المزيد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. أهل ذكره هم أهل مجالسته، وأهل شكره هم أهل زيادته، وأهل طاعته هم أهل كرامته، وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته. إن تابوا إليه فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا فهو رحيم بهم، يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. الحسنة عنده ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عنده ب1، فإن ندم عليها واستغفر غفرها له. يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا ربنا بإرادته وقدرته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اعلموا رحمني الله وإياكم أن من لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط في جنب الله حسرة وخوفا تقطع قلبه في الآخرة إذا حقت الحقائق وظهرت الوثائق وحضرت الخلائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب
عقاب العاصي. قال تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. أيها الأحبة، إن في القلب شعثا أي تفرقا، إن في القلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفي القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته سبحانه وصدق معاملته. هذا القلب فيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرته لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك بلا لقاء. هذه القلوب أيها المؤمنون فيها فقر، فيها فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام بضاض، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. سبحانه ما أعظمه، سبحانه ما أرحمه، سبحانه سبقت رحمته غضبه، سبحانه سبق عفوه عقوبته، لا أحد أصبر على أذى خلقه منه. قال في شأن الكفار رغم جرأتهم عليه: أفلا يتوبون إلى الله، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فلو تابوا لقبل توبتهم وغسل حوبتهم أي حالهم من الذنوب والمعاصي. هذا وهم كفار وهم مشركون يهود ونصارى، فكيف بالمسلم العاصي؟ فكيف بالمسلم العاصي؟ فسبحانه من خالق عظيم، سبحانه من جواد كريم. الكرم صفة من صفاته، والجود من أعظم سماته، والعطاء من أجل هباته، فمن أعظم منه جودا؟ الخلائق له عاصون وهو لهم مراقب يكلأهم أي يحفظهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوه، ويتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا، يجود بالفضل على العاصي ويتفضل على المسيء. من ذا الذي دعاه فلم يستجب له؟ أم من ذا الذي سأله فلم يعطه؟ أم من ذا الذي أناخ أي وقف أناخ ببابه فنحاه؟ فهو ذو الفضل ومنه الفضل، وهو الجواد ومنه الجود وهو الكريم سبحانه وتعالى وذو الكرم. فإخواني، ونحن في هذه العشر الأواخر من رمضان، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يشمر فيوقظ أهله ويحيي أهله ويحيي ليله ويجتهد في العبادة ما لا يجتهد في غيره، فهو يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في الشهور الأخرى، ويجتهد في هذه العشر ويلتمس ليلة القدر، فهو قدوتنا. فإذا كنا محبين لله فلنخلص العبادة ولنستمر في الاستقامة ولنستمر في الالتزام، ففيها الخير وفيها السعادة وفيها الطمأنينة وفيها الحياة الطيبة في هذه الدار، وفيه رضوان الله تعالى ودخول الجنة. فلا تبخلوا على أنفسكم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا اجعلنا من أهل التوحيد، واجعلنا من أهل الطاعة، واجعلنا من أهل السنة، ولا تجعلنا من أهل الشرك ولا من أهل المعاصي ولا من أهل البدع. اللهم ارزقنا في بيوتنا المودة والرحمة والسكينة
اللهم اغفر زلاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم ارزقنا الإيمان به وارزقنا تعظيمه وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وارزقنا تدبره وفهمه حق الفهم، وارزقنا العمل به والالتزام به والاستقامة عليه، وارزقنا الدعوة إليه، وارزقنا حفظه، واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا اجعلنا رحمة على أهل هذه الأرض، نبشر بدينك ونبشر بتوحيدك ونكون رحمة على الناس، نريهم من ديننا ما تقر به الأعين، عقيدة صافية واستقامة في السلوك وأخلاقا راقية. فنسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا. اللهم أبدل كلها عزا، وأبدل فرقتها وحدة، وأبدل ضعفها قوة. اللهم كن المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن إخواننا في فلسطين، وكل إخواننا في بيت المقدس، وحرر المسجد الأقصى من قبضة بني صهيون. اللهم إن الصهاينة قد طغوا واستعلوا وهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا نصرا مؤزرا. اللهم اطفِ نار الفتن في بلاد المسلمين. اللهم اطفِ نار الفتن في أرض سوريا، وفي أرض العراق، وفي أرض ليبيا، وفي أرض اليمن، وكل إخواننا في ميانمار فإنهم يحرقون ويقتلون، ولا من يتحرك من الأمة الإنقاذية. اللهم إن خذلهم المسلمون فلا تخذلهم يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.